هاي أروع وأجمل قصة ممكن راح تسمعها حصلت مع الشيخ الوائلي رحمه الله، وأكيد كلكم تعرفوه. يقول الشيخ الوائلي رحمه الله بيوم من الأيام كانوا أولاده يلعبون بساحة البيت، فكان أكو قطعة زجاج مكسرة بساحة البيت، فحركتها بنت الشيخ الوائلي أو كنستها، وإذا بها تطفر بعين بنت الشيخ. يقول الشيخ مباشرة نقلناها للمستشفى، اجتمعوا أطباء العيون وقالوا له لازم نسوي لها عملية قبل لا تلتهب العين ويستفحل الأمر. يقول الشيخ اسودت الدنيا بعيني، شلون أوافق على عملية قلع عين بنتي؟ فيقول بعد ماكو حل غير إنه أطرق باب أهل البيت عليهم السلام. طلعت من المستشفى في بغداد إلى الإمام الكاظم عليه السلام مشيا على الأقدام. من قد ما مفجوع الشيخ بالأمر وحزين، يقول أي بنية تلاقيني بالشارع وعيونها كش ما بيها، أقول ليش هاي عيونها كش ما بيها وبنتي راح تنقلع عينها. يقول وصلت للإمام الكاظم باب الحوائج عليه السلام، فقلت له بيني وبين نفسي، صليت ركعتين ورجمت مرات الشريف، قلت له أنت بين أمرين، أنا سامع عنك سموك باب الحوائج وقارئ بالكتب، بالكتب اكو شيء، بس كتب ما يهمني انا شيء، كتب صدق لو كذا انا ما ادري بيه، لكن انت بين امرين لو صدق لو خرافه، اثبت لي وجودك. والله العظيم بالتعبير خاطبته، قلت له انا محسوب عليك، الناس يسموني خادمك، صدق كذب انت ما اعرف، انت صدق لو خرافه اثبت لي وجودك. فيقول كملت الزيارة والصلاة ورجعت للبيت. ثاني يوم رجعت للمستشفى حتى أشوف بنتي وأوافق على إجراء العملية. يقول الشيخ ففتحوا الضماد مال عين بنتي، وإذا بنتي يشوفوا كل شي ما بيها. وطبعا هاي القصة ما ينقلها فقط الشيخ الوائلي، حتى بنته تنقلها. تقول الدكتور من فتح الضماد ظل يأشر بإيده، هذا إيش قد هذا إيش قد هذا إيش قد، وأنا أشوفه وأجاوبه طبيعي وهو مصدوم. فسأل والدي وقال له أنت إيش سويت البارحة؟ قال له تعال يا شيخ أنت شو مسوي؟ أنا ما مسوي شيء. قال لي شنو هاي العين طبيعية صايرة؟ كل شيء ما بيها. هاي العين نامية طبيعية. شكل؟ قال لي متأكد شكل؟ قلت له والله أنا طرقت لي باب من أبواب الله، رحت الإمام وسوي قاعد أطرق. إذا أنت تؤمن بهذا. قال له ما سوي شيء، بس توسلت بالله سبحانه وتعالى ولأئمة الأطهار، وبعدها أخذت بنته ورجعت للبيت وسجد الشكر لله سبحانه وتعالى. الحمد لله بنتي تشافت وكبرت وتزوجت وصار عندها أولاد. فخلي قناعة وإيمان ببالك إنه أهل البيت عليهم السلام هم أبواب الله، فإذا كنت طايح بشدة أو مريض أو عندك حاجة مستعصية، توسل بالله عن طريق أهل البيت عليهم السلام، نية صادقة وإيمان راح أكبر مشكلة عندك تنحل. بالنهاية أتمنى استفاديتوا من هاي القصة، وأشوفكم فيديوهات أخرى ومع السلامة.